حبايبنا طلاب الاونلاين، طلاب ثالثه ثانوي، والنهارده ميعادنا مع اول واقوى محاضره في الباب الاول. خلاص هنبدا المنهج، هنبدا الرحله سوا ان شاء الله. رحله ممتعه شيقه هتاخد فيها كل المعلومات اللي انت محتاجها ان شاء الله في الكيمياء مع بعض، شرح وحل وافكار وتفاصيل. عاملين شغل عالي عالي جدا السنه دي، سواء سنتر او اونلاين. صحصح معايا وركز معايا حبايبنا طلاب الاونلاين. لو انت من محافظه المنيا فانت متابع معانا اونلاين، وامتحانك في السنتر ومتابعتك اول باول. كل اسبوع بتوصل لك درجاتك، امتحاناتك مع ولي امرك، بنتابعك خطوه بخطوه. معانا تيم كامل بيتابع الاونلاين قاعد لك يا حبيبي، عشان تعرف تركز وتعرف تبقى دايما كده في حد قاعد لك كده وبيكلمك ويرن عليك ويرن على ولي امرك. مش هنسيبك طول السنة، لحظة بلحظة معاك من أول يوم النهاردة لحد آخر السنة. رحلتنا ممتعة إن شاء الله، هنستمتع فيها مع بعض. هكون معاك أخوك الكبير، ماشي معاك وماشي معاكي خطوة بخطوة. أي حد بيحتاج أي حاجة بيبعت لي على الواتس، برد عليه على طول، مش بأخر عليك. هتلاقيني معاك سندك وظهرك طول السنة إن شاء الله. هنفهم كيمياء ونعرف يعني ايه كيمياء ونستمتع بالكيمياء مع بعض. تلاقي الموضوع ممتع 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 معانا ان شاء الله. على فكرة انت بتتكلم كتير، لما تكبر مش هتلاقي كلام تقوله، خد اجازة شوية. هنبدا مع بعض النهارده الباب الاول، العناصر الانتقاليه. نظامنا كالاتي: بنزل لك حصه الشرح، بعد كده حصه الحل، بعد كده حصه الافكار. يبقى انا بنزل لك الشرح ثم الحل ثم الافكار، ثم تبدا في الاول قبل ما تسمع الحل بتبدا تسمع الافكار، عشان بعد الافكار تبدا تحل انت مع بعض، تحل مع نفسك. يبقى دلوقتي عندي حصه الشرح، بعد ما نخلص الشرح بنزل لك حصه الافكار بتاعت المحاضره، بحيث نص ساعه كده او ثلث ساعه تشوف الافكار اللي احنا خدناها، وبعد ما تسمع الافكار تبدا تنطلق وتحل الواجب بتاعك. وما شاء الله من اول اسبوع في سنتر الطلبه بتاعتنا مبسوطه جدا من ان هي بتعرف تحل. ليه؟ لان احنا بعد ما بنخلص شرح بطمن عليك بالافكار، بديك الافكار بتاعت الحل كلها في اي كتاب خارجي، بحيث وانت بتحل في اي كتاب، في اي مذكره مستر كذا مستر كذا، بتعرف تحل في اي مصدر خارجي بعيد عننا. حتى احنا مظبطين لك الكلام، مش باقي غير انت تبدا وتبقى راجل معانا، راجل وجد المسؤوليه وجد الرحله وجد الطريق اللي هنمشيه سوا من اول خطوه لاخر خطوه لحد باب اللجنه ان شاء الله. يا دكتور الباب الاول بيتكلم عن ايه؟ الباب الاول بيتكلم على العناصر الانتقاليه. العناصر الانتقاليه، فقبل ما نبدا لازم كده في مقدمه بسيطه بنتكلم فيها على الجدول الدوري. النهارده هتكلم على الجدول الدوري، وهتكلم على اول 5 عناصر هناخدهم بالتفصيل. يبقى حصه النهارده جزئين: اول جزء هتكلم على الجدول الدوري وتفاصيل الجدول الدوري، والجزء الثاني هتكلم على عناصر انتقاليه. هناخد 5 من 10 اللي علينا ندرسهم بالتفصيل الممل. ابدا لي من تحت خالص. انا دكتور كنت ميح خالص في ثانيه، الجدول الدوري ده اصلا مش فاكر ان انا خدت كيمياء في ثانيه. في طلبه جايه تقول يا دكتور انا ما ذاكرتش كيمياء في ثانيه، انا مش فاكر الجدول. فهبدا معاك من تحت خالص، الناس الميح خالص تركز معايا، والناس اللي كانت مذاكره تتكلم معايا. اول حاجه الجدول بتاعنا عباره عن ايه؟ خدنا جدول الدوري مع بعض في ثانيه ثانوي في الباب الاول. خدنا ايه يا دكتور في جدول الدوري؟ خدنا جدول الدوري قسمناه مع بعض ل7 دورات افقيه و18 عمود رئيسي. يبقى لو سالت اي حد الجدول عباره عن ايه، تقول لي الجدول عباره عن 7 دورات افقيه، ادي دوره 2 3 4 5 6 7 و18 عمود رئيسي. ده الجدول الدوري اللي احنا خدناه. وخدنا كمان ان الجدول مترتب حسب حاجتين: حسب مبدا البناء التصاعدي. وحد يفكرني ايه هو مبدا البناء التصاعدي؟ اللي هو 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي، والكلام ده اللي احنا خدناه مع بعض. او حسب الزياده في الاعداد الذريه. يعني ايه يا دكتور زياده في الاعداد الذريه؟ يعني هات لي اي عنصر في جدول الدوري هتلاقي اللي بعده يزيد بواحد. دايما اي عنصر اللي بعده بيزيد بواحد. يعني مثلا ده 27 اكيد اللي بعده 28، اللي بعده 29. ده مثلا 78 اكيد اللي بعده كام؟ 79. يبقى جدول مترتب حسب الزياده في الاعداد الذريه. مثلا ده عدد ذري 14 اكيد اللي بعده كام؟ 15. يبقى جدول الدوري مترتب ومتظبط كده حسب الزياده في الاعداد الذريه ومبدا البناء التصاعدي. يعني مبدا البناء التصاعدي، يعني مثلا اول عنصر ده اكيد لما اوزعه هيبقى 1 اس 1، هذا اول مستوى فرعي. اكيد اللي بعده هيبقى اسمه ايه؟ اللي بعده اللي هناك ده هيبقى ايه؟ 1 اس 2، لان الاس بتشيل 2، لا اما اس 1 لا اما اس 2. ماشي يا دكتور. يبقى جدول الدوري تاني المعلومات اللي احنا خدناها: 7 دورات افقيه و18 عمود رئيسي، وقسمناه حسب مبدا البناء التصاعدي وكمان حسب الزياده في الاعداد الذريه. ماشي يا دكتور. ايه كمان؟ خدنا كمان الجدول قسمناه 4 فئات. فين يا عم ال4 فئات؟ والله يا باشا ال4 فئات اللي احنا خدناهم: خدنا الفائز دي كلها كده الفائز، وخدنا دي كلها الفئه بي، ودي كلها الفئه دي، واللي تحت طبعا الفئه مين؟ اف. يبقى قسمنا الجدول الدوري 4 فئات. ايه هم ال4 فئات؟
خدنا مع بعض اس بي دي اف مع بعض. ايه هم الاربع فئات اللي احنا خدناهم في الجدول الدوري؟ اس بي دي اف مع بعض. اس بي دي اف، اس يسار، بي يمين، والدي في النص، والاف ايه اسفل الجدول الدوري زي الفل. ايه كمان خدنا مع بعض؟ خدنا ان الاس والبي كان اسمها عناصر ممثله. الاس والبي اسمها عناصر ممثله، يبقى الاس والبي يا دكتور اسمها عناصر ممثله، ما عدا العمود الاخير ده كان اسمها عناصر نبيله. يبقى كل الاس والبي عناصر ممثله ما عدا العمود الاخير. كل الاس والبي عناصر ممثله ما عدا العمود الاخير كان اسمها عناصر نبيله او غازات خامله. حلو. ايه كمان؟ خدنا كمان ان كل العناصر دي بتنتهي باس واحد. طب اكيد اللي بعدها اس 2. حلو، ده الاس. يبقى الاس كام مجموعه؟ مجموعتين. الاس يا دكتور كام مجموعه؟ مجموعتين. طب علل ليه الاس مجموعتين؟ لان المستوى الفرعي اس بيشيل 2. ما هو الاس ده بيشيل 2، لا اما اس واحد لا اما اس 2. اي عنصر من ده هوزعه ينتهي باس واحد، اي عنصر من ده هوزعه ينتهي بكام؟ باس 2. طب خش بقى على البي. البي بتشيل كام؟ والله البي بتشيل من 1 لحد 6، يبقى البي بتشيل من 1 لحد كام؟ 6. اكيد اول حد هنا، اكيد يا دكتور اللي هنا كده مثلا ده ينتهي بكام؟ ب1. اكيد ده ب2، بعد كده ب3، بعد كده ب4، بعد كده ب5، بعد كده ب6. يبقى كل الاس والبي اسم عناصر ممثله ما عدا العمود الاخير. علل ليه الاس مجموعتين؟ لان المستوى الفرعي اس بيشيل 2. طب علل ليه ليه البي 6 مجموعات او 6 اعمده؟ لان المستوى الفرعي بيشيل 6 الكترونات من بي 1. كل ده بينتهي ب1، بعد كده ب2، ب3، ب4، ب5، ب6 غازات خامله. وطبعا كل ده بينتهي ب6 ما عدا اول واحد الهيليوم بينتهي بكام؟ ب1 اس 2، لان ده هو غاز خامل بس موجود فين؟ في مكان غير مكانه. المفروض يبقى مكانه هنا لكن وديناه هناك مع اصحابه الغازات الخامله. ماشي. خدنا الاس والبي زي الفل، عرفنا اسمها عناصر ممثله. طب المجموعه بعرف زي المجموعه، لو اس واحد يبقى مجموعه كام؟ 1A. لو اس 2 2A، يبقى الاس كام مجموعه؟ 2. لازم احفظهم برضو. الاس مجموعتين 1A و 2A، الاس مجموعتين 1A و 2A. طب بكمل بقى، بعد ال 1A وال 2A عندي مين؟ 3A، بعديها 4A، 5A، 6A، 7A والصفريه. يبقى عندي الاس والبي بتاخد حرف الاي، الاس والبي بتاخد حرف الاي، يبقى الاس والبي بتاخد حرف الاي. الاس كمجموعه 2 1A و 2A، البي كمجموعه 6 مجموعات. ايه هم 6 مجموعات؟ 3A، 4A، 5A، 6A، 7A والصفريه. ماشي يا دكتور. لو انت كنت شاطر معايا في ثانيه، خدنا في الكيمياء في ثانيه، خدنا في الباب الترم الثاني، خدنا في الباب الثاني، خدنا العناصر الممثله، خدنا مثال على الاس، خدنا ال 1A، وخدنا مثال على البي، خدنا ايه؟ ال 5A. يبقى انا خدت مجموعتين، خدت ال 1A وخدت ال 5A. ولو انت كنت معايا في ثانيه قلت لك ساعتها ان احنا بنكمل في ثالثه، واول ما بتطلع ثالثه بتاخد الدي. يبقى احنا في ثانيه خدنا الاس والبي صح كده، خدنا مثال ال 1A وخدنا مثال مين؟ ال 5A، وخدنا العناصر ودرسناها بالتفصيل. وقلت لك يا حبيبي اول ما هتطلع ثالثه هتاخد العناصر الفئه دي. عناصر مين؟ الفئه دي. انا بقى جاي النهارده اتكلم على الصفار اللي قدامك ده، اتكلم على عناصر مين؟ الفئه دي. خلاص يبقى احنا خلاص عرفنا الاس وعرفنا البي والمجموعات وكل حاجه اسمها عناصر ممثله ما عدا العمود الاخير اسمها عناصر نبيله او غازات خامله. اشطب بقى يا باشا ده كله كده وركز لي على المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا يا دكتور هنتكلم فيه ايه؟ هنتكلم فيه على الصفار ده كله، الصفار ده كله زي الفل. حلو. اول حاجه دي اسمها الدوره الاولى، الدوره الثانيه بلاش اللون الاحمر ده. الدورة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة. الدورة الأولى فيها كام عنصر؟ 2، أدي الهيدروجين وفيها هناك هيليوم أهو. الدورة الثانية فيها كام؟ فيها 8. فين يا دكتور 8؟ 2 في الإس و6 في البي، ما أنا بعد أهو. الدورة الثانية هي 2 وهنا في 6. الدورة الثالثة فيها كام؟ فيها برضه 8، 2 في الإس وفيها 3 برضه وفيها 6 في البي. يبدأ ظهور الصفار الفئة دي، يبدأ ظهور الفئة دي من الدورة ايه؟ الرابعة. يبقى 2 وهناك 6 8 وفيها 10 10 10. طب علل هي ليه الدي يا دكتور فيها 10 عناصر جنب بعض كده؟ لأن الدي 10 إلكترونات من كام لكام؟ من 1 ل 10. يبقى الدي 10 إلكترونات، يعني ممكن الدي هنا يبقى فيها كام؟ 1. أكيد اللي جنبها دي 2، أكيد اللي جنبها دي 3، بعد كده 4، بعد كده 5، بعد كده 6، بعد كده 7، بعد كده 8، بعد كده 9، بعد كده كام؟ 10. يبقى الدي دلوقتي الدي بتشيل من كام لكام؟ من 1 ل 10. علل عناصر السلسله او عناصر الفئه دي تتكون من 10 عناصر. ليه الدي 10 عناصر؟ لان المستوى الفرعي بيشيل 10 الكترونات. طب علل ليه البي 6 اعمده؟ لان المستوى الفرعي بي بيشيل 6 الكترونات. يبقى ليه الدي 10 اعمده؟ لان الدي يا دكتور بتشيل 10 الكترونات من دي 1 لحد دي 10. ماشي.
نرجع لسؤالنا دلوقتي. الدوره الرابعه، الدوره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، الرابعه فيها كام الكترون او فيها كام عنصر؟ 18 عنصر. فين 18؟ 2 في الاس، وهناك 6 و10، 2 و6 8 و10 18. الخمسه زي الرابعه ف 18. هنا بقى يبدا ظهور الاف. الاف ظهر من 6 كان 32، وهنا برده كام؟ 32. اكيد لو جمعنا كل العناصر دي كلها يطلعوا كام؟ 118 عنصر. ده عدد عناصر جدول الدوري. حلو. نرجع لموضوعنا الاساسي، الصفار. الاساسي الصفار اللي قدام عينك ده. تاني، يبدا ظهور الدي يبدا ظهور الدي من الدوره كام؟ الرابعه. يبقى اول حاجه يبدا ظهور الدي من الدوره الرابعه. طب مين اول عنصر هناخده وندرسه مع بعض في الدي؟ هو عنصر السكنديوم. اكيد العنصر ده اول واحد ده بينتهي بكام؟ دي واحد. مش محتاج يا دكتور، يبقى ده اكيد دي واحد. طب اكيد اللي جنبه دي اتنين، اكيد اللي جنبه دي تلاته، اكيد اللي جنبه دي اربعه. بس خلي بالك يا دكتور، دي اربعه ده حاله ايه؟ شاذه. بدل ما هي دي اربعه والاس فيها اتنين، بدل ما هي اربعه واتنين بخليها كام؟ خمسه وواحد. طب ال 25 5 و2 عادي، ما دي دي 5 عادي. يبقى ده دي 5 وبرده ايه؟ ده دي 5. بس الاختلاف في ان الكروم 24 5 و1، الكروم 24 5 و1، لكن المنجنيز 5 و2، الحديد 26 2 و6 2 و6. طب الكوبالت 27 2 و7 عادي، 7 2 2 و7. طب النيكل 28 2 و8. طب النحاس يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عشان ناقصين لمخه في الكلام. 29 ده حاله شاذه بقى. ال 29 بخليها كام؟ 10 و1، 10 و1 بدل 9 و2 بخليها 10 و1. الخرسين 10 و2 10 و2. ماشي يا عم، خلاص اشطب على ده واشطب على ده. لا دكتور مش فاهم. وعايزه تفهمي افهمي، مش عايزه تفهمي ان شاء الله عنك ما فهمتي، وان شاء الله عنك ما اتفرجتي، والهي يا رب تموتي غبيه. في الاول قبل ما ابدا كده الحصه، دورك معايا لازم تحفظ ال10 عناصر الاولين دول زي اسمك. احنا في الباب الاول بتكلم عن 10 دول، فمبدئيا كده صباح الخير لازم احفظ 10 زي اسمي. حفظتهم هتلاقي الدنيا سهله، بحفظهم بالعدد الذري والتوزيع بتاعهم. تاني، ايه هم ال10 عناصر؟ بقسمهم نصين، اول 5 واخر 5. اول 5 هناخدهم مع بعض النهارده، اخر 5 هناخدهم الحصه اللي جايه مع اعداد التاكسد. طب يا دكتور خش معايا. اول 5 مين؟ اول 5 مين؟ اول 5 واحد سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كرومانيز. مع بعض اتكلم معايا. ايه هم الخمسه؟ سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم ايه؟ مانجنيز. مع بعض ايه رمز السكنديوم؟ سكنديوم اس سي. سكنديوم ايه؟ اس سي. تيتانيوم تي اي. فاناديوم في. فاناديوم في. كروم سي ار. كروم ايه؟ سي ار. مانجنيز ام ان. مانجنيز ام ان. طب عدد ذريه احفظهم بالترتيب. السكنديوم 21، سكنديوم 21، التيتانيوم 22، فاناديوم 23، كروم 24، مانجنيز كام؟ 25. الخمسه التانيين بقى سهلين. حديد كوبالت نيكل نحاس خرسين. حديد كوبالت نيكل نحاس خرسين. مهمين. احفظ الثلاثه دول كده ورا بعض دايما. ايه هم يا عم الثلاثه دول؟ حديد كوبالت نيكل نحاس خرسين. يبقى دلوقتي عندي 10 عناصر هندرسهم بالتفصيل من اول السكنديوم لحد الخرسين. طب واحده واحده. اول سؤال، يبدا ظهور الدي من الدوره كام؟ الرابعه. طب يبدا ظهور الدي بعنصر ايه؟ السكنديوم. طب يبدا ظهور الدي بعد عنصر ايه؟ والله يا دكتور انا فاهم، هو السكنديوم ده 21 اكيد جاي بعد عنصر 20. ما انت قلت لي ان الترتيب ماشي بالعدد الذري. لو انا هاخد 21 يبقى اكيد اللي جاب لي كام؟ كالسيوم 20. اكيد اللي جاب لي ال20 اللي هو مين؟ الكالسيوم. يبقى اللي جاب لي ال20 اللي هو مين؟ الكالسيوم. يبقى دلوقتي انا عندي عناصر. عندي ايه؟ عناصر. يبدا ظهور الدي، ركز معايا، يبدا ظهور الدي من الدوره الرابعه بعنصر السكنديوم بعد عنصر الكالسيوم 20. طب ايه الفرق بين الكالسيوم والسكنديوم؟ الكالسيوم ده 2A فئه اس، لكن السكنديوم ده 3B الفئه الدي. ماشي يا عم. المجموعه بعرفها ازاي؟ تعالى نمسح ده كله كده ونبدا نكتب من الاول. المجموعه بعرفها ازاي؟ والله السكنديوم بعرفها ازاي؟ 21 بجمع الرقمين. يبقى لو عايز تعرف المجموعه بجمع ارقام العدد الذري. المجموعه بعرف ازاي؟ لما بوزع السكنديوم بلاقي الاس فيها 2 والدي فيها 1، بلاقي الاس فيها 2 والدي فيها 1. يبقى السكنديوم ده 21، يبقى الاس 2 والدي 1. طب اجمع معايا 2 1 كام؟ يبقى 3B. طب عايز حد يوزع تيتانيوم 22، يوزع ال 22 ارجون 18 ارجون 18. كل العناصر اللي انا هاخدها تتوزع ارجون 18، يبقى كل ال10 دول ارجون 18. طب وزع ال 22 ارجون 18 بعد كده 4 اس 2 و3 دي كام؟ 2. الدي كام؟ 2. مش هو 22 يبقى 2 و2. 22 2 و2. طب اجمع معايا 2 و2 كام؟ 4 يبقى 4B. طب 23 والله انا دلوقتي فهمت. انا بجيب المجموعه ازاي؟ بجمع 3 و2 5 يبقى 5B بس كده. طب 24 الكروم 4 و2 6 يبقى 6B.
طب المنجنيز 25 5 و2 كام؟ 7 يبقى 7 بي. وبعد ال 7 بي بعد ال 7 بي نخش على الثمانية. بس خلي بالك ان في 3 مجموعات او في 3 اعمده بياخدوا مجموعه واحده، مين هما؟ حديد كوبالت نيكل، دول ياخدوا المجموعه رقم 8. ايه ده؟ يعني المجموعه الثامنه كم عمود؟ 3 اعمده. المجموعه الثامنه 3 اعمده. يبقى الحديد 26 كوبالت 27 نيكل 28 دول 3 اعمده مجموعه واحده. مجموعه واحده. ماشي يا دكتور. يبقى حديد كوبالت نيكل دول مجموعه ايه؟ واحده. يبقى اي عنصر ينتهي 26 يعني دي 6، 27 يعني دي 7، 28 يعني بدي كام؟ 8. يبقى دلوقتي الحديد 26 يبقى دي 6، كوبالت 27 يبقى دي 7، نيكل 28 يبقى دي كام؟ 8. طالما انتهى بدي 6 او دي 7 او دي 8 يبقى دول المجموعه كام؟ الثامنه. واضح كده المجموعه الثامنه كام عمود؟ 3 اعمده. طب هو العمود فيه كام عنصر يا دكتور؟ ادي 1 2 3 4 4 في 3 بكام؟ ب 12. يبقى المجموعه الثامنه تحتوي على 12 عنصر، ودي اكبر مجموعه فيها عناصر. اكبر مجموعه فيها عناصر هي المجموعه الثامنه. 3 اعمده ب 12 عنصر. 3 اعمده بكام؟ ب 12 عنصر. خش على النحاس بقى. 29 اجمع معايا 9 و2 11 يبقى 1 بي. تاني 9 و2 11 يبقى 1 بي. طب خش على ال 30. لا بقى بعد اكيد بعد ال 1 بي عندي ايه؟ 2 بي. اكيد بعد ال 1 بي عندي ايه؟ 2 بي. يبقى ال 1 بي 2 بي. لا من الاول مش فاهم المجموعات. تاني يبدا اول عمود في الدي. اول عمود في الدي السكندري 21 واللي تحته مجموعه كام؟ 3 بي. طب احفظ معايا بعد 3 بي عندي ايه؟ بعد 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي مع بعض. 3 بي بعدها 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي. طب وبعد 7 بي المجموعه الثامنه. طب وبعد الثامنه 1 بي 2 بي مع بعض. مين بعد الثامنه؟ اتكلم يلا. لا انا ما اتكلمش. لا ما اتكلمش انا. مين بعد الثامنه؟ 1 بي 2 بي. مين بعد الثامنه؟ 1 بي 2 بي. اسالك في الواجب. تقع المجموعه الثامنه. تقع المجموعه الثامنه بين مجموعه مين؟ مجموعه مين؟ والله الثامنه بين ال 7 بي وال 1 بي. طب ال 1 بي بين ايه وايه؟ بين الثامنه وال 2 بي. خلاص يبقى انا دلوقتي فهمت ان حديد كوبالت نيكل حديد كوبالت نيكل دول المجموعه الثامنه. تاني ايه الاسئله بقى اللي احنا هنسال فيها؟ اول حاجه احنا بندرس مع بعض ال10 عناصر دول. طب اللي تحتهم؟ لا اللي تحتهم مطلوب مني بس اعرف مين البدايه ومين النهايه. يعني ايه؟ اول حاجه لو انا سالتك يبدا ظهور الدي، يبدا ظهور الدي، هو اول دي بتاخد رقم كام؟ 3 دي. يبقى اكيد كل العناصر دي كده، كل العناصر دي بتاخد 3 دي. طب اكيد اللي تحتها 4 دي، اكيد اللي بعدها 5 دي، اكيد اللي بعدها 6 دي. يبقى دي دلوقتي يبدا ظهور من الدوره كام؟ الرابعه 4 اس اهو. يبقى دايما ال 4 اس بعدها 3 دي. طب اكيد اللي بعد ال 4 اس اكيد 5 اس بعدها 6 اس بعدها 7 اس. يبقى ال 4 اس 3 دي بعدها 5 اس 4 دي بعد كده 6 اس 5 دي بعد كده 7 اس 6 دي. يبقى يبدا ظهور الدي من الدوره الرابعه. يبدا ظهور الدي من الدوره كام؟ الرابعه. ودايما رقم الاس عارفها من ثانيه ثانوي. دايما رقم الاس اكتر من الدي بواحد. يعني 4 اس 3 دي 5 اس 4 دي 6 اس 5 دي 7 اس 6 دي. طب هو الدي يا دكتور ده كم سلسله بالعرض؟ 4 سلاسل. دي اسمها ايه؟ سلسله اولى بعد كده سلسله ثانيه سلسله ثالثه سلسله رابعه. يبقى دي كم سلسله؟ 4 سلاسل انتقاليه. سلسله اولى ثانيه ثالثه رابعه. يبقى عندي الدي كام سلسله؟ 4 سلاسل انتقاليه اولى ثانيه ثالثه رابعه. يبقى السلسله الاولى في الدوره الرابعه، السلسله الثانيه دي اسمها سلسله انتقاليه رئيسيه. طب يا دكتور هو ايه الفرق بين الصفار واللي تحت؟ الدي والاف. الدي كان اسمها انتقاليه رئيسيه يتتابع فيها المستوى الفرعي دي يعني هنا دي 1 2 دي 3 لحد ما اخلص الدي 10. طب دي اسمها سلسله انتقاليه رئيسيه. والاف اسمها ايه؟ انتقاليه داخليه وخدنا ممكن اسمهم لانسندات والاكتينيدات 4 اف و5 اف. ماشي يا عم. تاني عندي كام سلسله انتقاليه رئيسيه؟ 4 سلاسل. طب كل سلسله اول سلسله فيها كام الكترون؟ 10 او فيها كام عنصر؟ 10. والثانيه 10 10 10 4 عشرات. يبقى عدد عناصر الفئه دي كلها كام عنصر؟ 40 عنصر. يبقى الفئه دي كلها كام عنصر؟ 40 عنصر. خلي بالك هنعرف بعد كده ان 2 بي ليست عناصر انتقاليه. هي تبع الفئه دي بس ليست عناصر انتقاليه. فخلي بالك في سؤالين مهمين. لما اقول لك السلسله الاولى دي اللي هي ال10 الصفار دول، السلسله الاولى دي فيها كام عنصر في الفئه دي؟ تقول لي 10. يبقى عدد عناصر السلسله الاولى فيها كام عنصر؟ 10. لكن لما اقول لك السلسله الاولى تحتوي على كام عنصر انتقالي؟ كام عنصر انتقالي رئيسي؟ اقول له 9. ليه 9 يا باشا؟ لان الخراطيم الاخير ده ليس عنصر انتقالي. تاني
يبقى انا دلوقتي عندي 4 سلاسل، الواحده فيها 10 في 4 بكام؟ 40 عنصر. طب خلي بالك في سؤالين، لو قال لي عدد العناصر في السلاسل اقول له 40، لكن لو قال لي عدد العناصر الانتقاليه اقول له ستوب، اخر واحد في كل سلسله مش انتقالي، يبقى احذف 4 من 40 يبقى كام؟ 36. فلو سالك عدد العناصر الانتقاليه الرئيسيه 36، لكن عدد عناصر السلاسل كلها او عدد عناصر الفئه دي كام؟ 40 عنصر، ده عدد العناصر. السلسله الاولى في الدوره الرابعه، السلسله الثانيه في الدوره الخامسه، الثالثه في الدوره السادسه، والرابعه في الدوره السابعه. خلي بالك دايما رقم السلسله يقل عن الدوره ب3، يعني الدوره الاولى السلسله الاولى في الدوره الرابعه، السلسله الثانيه في الدوره الخامسه، فدايما رقم السلسله يقل عن الدوره ب3. ماشي، ده بالنسبه بدايه كده موافق على الجدول الدوري. اخر مره هراجع المجموعات تاني مع بعض. ايه هم ال10 عناصر اللي احنا ندرسهم؟ سكنديوم، ثانيوم، فاناديوم، كرومانجنيز. سكنديوم 21 يبقى 3 بي. بص كده بذاكر ازاي في الامتحان. سكنديوم 21 1 و2 3 بي. تيتانيوم 22 2 و2 يبقى 4 بي. فاناديوم 23 يبقى ايه 5 بي. 3 و2 5 يبقى 5 بي. كروم 24 بخليها 5 و1. طب ما هي 5 و1 كام؟ 6 بي. مانجنيز 25 يبقى 7 بي. لا حديد في الاول 26 ده مجموعه الثامنه انا حافظهم. حديد، كوبالت، النيكل الثامنه، يبقى الحديد 26 الثامنه، الكوبالت الثامنه، النيكل الثامنه. طب النحاس 29 11 يبقى 1 بي، يبقى ال11 1 بي. طب الخرسين 10 و2 اللي هي 4s2 3 دي 10 و2 12 يبقى 2 بي. يبقى ببدا بال 3 بي وانتهي بال 2 بي. لو سالك في الامتحان تقع الفئه دي، تقع عناصر الفئه دي كل ده بين المجموعه مين والمجموعه مين؟ اقول له مجموعه 2A والمجموعه كام؟ 3A. يبقى تقع عناصر الفئه دي، كل عناصر الفئه دي موجوده بين مجموعتين ال2A وال3A. يبقى تقع عناصر الفئه دي بين ال2A وال3A. لكن في سؤال تاني اعلى شويه، لو قال لك تقع العناصر الانتقاليه الرئيسيه، طالما الانتقاليه الرئيسيه يبقى احذف اخر عمود ده. تقع العناصر الانتقاليه الرئيسيه من هنا لحد هنا بين مجموعه A ومجموعه ايه؟ تقول ال2A وال2B. يبقى لو قال لك تقع عناصر الانتقاليه الرئيسيه بين المجموعه مين ومين اقول له ايه؟ ال2A وال2B. لكن لو قال لك تقع العناصر الفئه دي او تقع عناصر السلسله الانتقاليه بين A وA، بين ال2A وال3. خلاص، ده بالنسبه للجدول الدوري. مقدمه كده بسيطه على الجدول الدوري، اذاكرها كويس هتلاقيها في المذكره معاك. ظبط الدنيا وشوف امورك كده، ويلا بينا ننتقل على الجزئيه اللي بعدها. يلا بينا. بعد ما خلصنا الجدول الدوري يلا بينا كده نراجع المعلومات اللي احنا شرحناها على الجدول الدوري، بس مكتوبه كده قدامنا نفتكرها بسرعه تاني. هنعلم تاني بحيث نفتكر، والطلبه اللي كانت نعسانه ومش مركزه معانا صح كده وتفوق لنا. ده كل المذاكره بتاعتنا فيها كل الكلام اللي احنا قلناه نعيده تاني بسرعه. يلا بينا. قلنا الجدول بتاعنا فيه 7 دورات افقيه و18 مجموعه او 18 عمود راسي. قسمناهم 4 فئات: اس بي دي اف. اس يسار، والبي يمين، والدي وسط، والاف اسفل الجدول بتاعنا. كمان قلنا ان الاس والبي كان اسم عناصر ممثله. قلنا الاس والبي كان اسم عناصر ممثله. دي الاس والبي ما عدا العناصر النبيله الاخيره. وقلنا انتقاليه، فيها انتقاليه رئيسيه وفيها انتقاليه داخليه، الدي والاف. الله ينور. كل الفئه دي عناصر انتقاليه ما عدا التو بي. مين التو بي يا دكتور؟ اللي هو العمود الاخير. قلنا ده مش تبع العناصر الانتقاليه. النبيله اللي هي البي والفئه اس اللي هو اخر عمود. العناصر الانتقاليه قلنا مكانها في النص ونزلناها في الفئه انتقاليه تحتها المنطقه الوسطى من الجدول الدوري. قلنا الفئه دي مكانها في النص، وعشان الجدول ما يبقاش طويل نزلنا الاف تحت. والكلام ده كلام ثانيه ثانوي، كلام قديم كله. ماشي يا عم. ايه كمان؟ ده كلام مهم. قسمنا العناصر الانتقاليه، انتقاليه رئيسيه اللي هي الفئه دي، وانتقاليه داخليه اللي هي الفئه اف. تمام. واتفقنا ان العنصر الانتقالي هو العنصر الذي تكون فيه اوربيتالات الدي او الاف مشغوله بالالكترونات ولكنها غير ممتلئه. طالما الدي او الاف مشغوله بالالكترونات ولكنها غير ممتلئه في الحاله الذريه او في اي حاله من حالات التاكسد، ده بيكون العنصر الانتقالي. طب يا دكتور هو ليه برضه انا مش فاهم ليه التو بي اللي هي العمود الاخير مش عنصر انتقالي؟ لان دي مليانه فيها 10 حتى بعد ما بيفقد 2، لان التو بي ما تكافؤها ثنائيه، حتى بعد ما بيفقد 2 بيفقد من الاس، فبالتالي الدي دايما 10، الدي دايما ممتلئه. والعنصر الانتقالي الشرط ان انا احكم من العنصر الانتقالي لازم الدي او الاف تكون مشغوله ولكنها غير ممتلئه، سواء في الحاله الذريه او في اي حاله من حالات التاكسد، يعني بعد ما يفقد. دي معلومه زياده مالكش دعوه بيها، يبقى في معلومات اسرائيليه تجراها بس كده، لكن هي مش مهمه فانا مش هشرحها ومش هزود على الطلبه معلومات مش مهمه.
قلنا رقم العمود ورقم المجموعه، قلنا قسمنا العناصر الانتقاليه ال10 عناصر سكنديم لحد الخرسين اخر واحد. عايز حد يفكرني، خدنا اول عنصر مع بعض، خدنا اول عنصر ايه؟ السكنديم. بعد كده ايه؟ ده كله طبعا مكتوب عندك في المذكره فانت بتذاكر معاه من المذكره. سكنديم، تانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز. بعد كده خدنا ايه؟ حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، ايه؟ خرسين. السكنديم 21 المجموعه 3 بي، تلقاها كده او كده صح. يبقى المجموعه 3 بي تلقاها كده 3 شرط اهو 3 اهو بي، او تلقاها كده صح يبقى 3 بي او 3 بي عادي. بعد كده الاربعه يعني اي في، 4 يعني اي في، احفظها 4 تلاقيها 4 بي كده او تلاقيها اي في. اي في ليه طيب؟ في يعني 5، في يعني كام؟ 5. في بي، في يعني 5، في يعني 5، فكلمه في يعني 5، فكلمه اي في يعني 5 ناقص 1 يبقى ده 4. يبقى فرق بين الخمسه والاربعه، 5 يعني في، 5 يعني في، 5 يعني في. طب اي في يعني 4، اي في يعني 4. طب عايز اكتب 6، 6 يبقى في اي في يعني 5 1 6. طب عايز اكتب 7 في وشرطتين يعني 7. طب عايز اكتب 8 يبقى في وثلاث شرط. يبقى بتذاكر المجموعه كده وكده. 6 يبقى في اي، 7 بي او في وشرطتين. طب 8 اهي 8 ثلاث شرط. طب ال1 بي 1 بي 2 بي شرطتين زي الفل. طب هنا كده السكنديم لما بوزع بيبقى الدي فيها كام؟ اكيد يا دكتور ده اول واحد، فاكيد هنا الدي فيها 1. بعد كده دي 2 دي 3 دي 5 دي 5، يبقى 1 2 3 5 5. ليه 5 دي؟ عشان دي حاله شاذه. بعد كده 6 7 8. بعد كده 10 10 10 10. طب ايه الفرق بين العشرتين دول؟ ال10 دي اس 1، طب ال10 دي اس 2 لان ده هو عنصر ايه؟ الخرسين. وهنا 5 5 1 و5 2. الكروم 24 4 و2 يعني 5 1، 4 و2 يعني 5 1. طب المجيد 25 5 و2. خدنا في الانتقاليه 4 سلاسل، سلسله انتقاليه اولى ثانيه ثالثه رابعه. احنا عندنا كام؟ الاولى اللي احنا خدناها بالتفصيل من اول السكنديم لحد ايه؟ الخرسين، دي اسمها سلسله انتقاليه اولى ثانيه ثالثه رابعه. غير كده بحفظ البدايه والنهايه. يعني السلسله الانتقاليه الثانيه احفظ بس مين اول عنصر؟ اليوتريوم اول عنصر، واخر واحد مين؟ الكادميوم. السلسله الانتقاليه الثالثه بحفظ اللانسينيوم اول عنصر، واخر عنصر مين؟ الزئبق. حتى السلسله الرابعه مش عليا احفظ مين البدايه والنهايه، مكتوبين عندك بس مش مهمين. بس كده اكيد مش هقعد احفظ كل العناصر دي، انا بحفظ بس السلسله الانتقاليه الاولى، بحفظ ال10 عناصر ايه؟ بالتفصيل. اللي بعده تعال بقى نتكلم على عناصر الفئه دي بالتفصيل. تعال نتكلم على عناصر الفئه دي بالتفصيل ونشوف الكلام بيقول ايه. قال لي هي عناصر يتتابع فيها امتداد مستوى فرع دي خلاص عرفنا ايه هي اسمها عناصر الفئه دي. فاكيد مين اللي انا بملاه؟ مين المستوى الفرع اللي بيتتابع؟ يعني كلمه يتتابع يعني مثلا ببدا دي 1 بعديها دي 2 3، ده اسمه تتابع. دي 1 لحد دي كام؟ دي 10. تمام. طب هي الفئه دي يبدا ظهورها من الدوره كام؟ من الدوره الرابعه، وبعد كده 5 6 7. يبقى هي تبدا من الرابعه تكمل لحد السبعه، الرابعه الخمسه السته السبعه. ماشي. كم عمود يا دكتور؟ هم 10 اعمده. كم عمود؟ 10 اعمده. لكن كم مجموعه؟ 8 مجموعات. طب علل ليه 8 مجموعات بس مش 10؟ لان في مجموعه بثلاث اعمده. في مجموعه بكام؟ بثلاث اعمده. يبقى خلي بالك هي 10 اعمده. لو قال لك الفئه دي كم عمود؟ 10 اعمده. لكن كم مجموعه؟ 8، لان المستوى الفرعي دي يتكون من 5 اوربيتالات يتسع بكام؟ 10 الكترونات، فهم 10 اعمده. قلنا العمود الاول، اول عمود من غير ما تكمل، طالما اول عمود يبقى اكيد الدي فيها كام؟ اكيد الدي فيها 1، اكيد الدي فيها 1. حط نص العمود الاخير الدي فيها 10، الدي فيها 10 اللي هو الخرسين. يبقى اول واحد ده السكنديوم واخر واحد مين؟ الخرسين. خلي بالك المجموعه الثامنه مهمه. الثامنه حديد كوبالت نيكل. اول ما تلاقي كلمه مجموعه ثامنه حديد كوبالت نيكل، الثامنه حديد كوبالت نيكل دي اكتر عناصر فيها 12 عنصر، اكبر مجموعه فيها عناصر 12 عنصر. دي المجموعه الثامنه، تختلف عن باقي المجموعات طبعا. تتكون من 3 اعمده. تمام. الطبيعي ان اي مجموعه عمود واحد ما عدا المجموعه الثامنه تتكون من كام؟ من 3 اعمده. دي المجموعه الثامنه، لان التشابه بين عناصرها الافقيه اكبر من التشابه بين عناصرها مين؟ الراسيه. لا يا دكتور مش فاهم. المجموعه الثامنه 3 عناصر، حديد واللي تحته، كوبالت واللي تحته، نيكل واللي تحته. الطبيعي ان قبل مثلا الحديد في المنجنيز، الطبيعي ان المنجنيز شبه اللي تحته، يبقى العنصر المنجنيز ده في خواصه شبه اللي تحته واللي تحته. ده الطبيعي. الطبيعي انت واخد في ثانيه ان العناصر المجموعه الواحده متشابهه، لكن تيجي عند المجموعه الثامنه تلاقي الحديد شبه اللي بعده اكتر من اللي تحته. فبالتالي حاطين الثلاثه دول في مجموعه ايه؟ واحده، لان التشابه الافقي كده اكثر من الراسي. يعني الحديد شبه الكوبالت والكوبالت شبه النيكل، الكوبالت شبه النيكل اكتر من الشبه اللي تحته. يبقى تاني المجموعه الثامنه متشابهه افقيا اكثر من راسيا، يعني الثلاثه دول شبه بعض اكتر من الثلاثه اللي تحت شبه بعض. يبقى التشابه الافقي اكثر من الراسي. ده بالنسبه للمجموعه الثامنه. اللي بعده دي المجموعه الثامنه بالتفصيل. التشابه الافقي ممكن نشرحه هنا كمان اهو.
التشابه بالعرض كده اكتر من الرأسي. يعني لو سألك في الامتحان الحديد شبه الكوبالت اكتر ولا شبه اللي تحته؟ لا شبه الكوبالت. طب الكوبالت شبه الحديد ولا شبه اللي تحته؟ لا شبه الحديد. يبقى العناصر دي متشابهه افقيا اكتر من رأسيا. يبقى العنصر ده شبه ده وده العنصر ده شبه ده وده شبه ده وده شبه ده. التشابه الافقي اكتر من الرأسي، فعملنا مجموعه واحده. وزي ما اتفقنا دي معلومات اسرائيليه تجراها لكن مش مهمه. ازاي بعرف اجيب المجموعه والدوره؟ ازاي بعرف اجيب المجموعه والدوره؟ كلام تاني ثانوي. تعال نرجع كده ايه مع بعض بسرعه. لو عايز تعرف رقم الدوره، رقم الدوره اخر رقم جنب اس، اخر رقم جنب اخر اس. خلاص علم على دي. لو عايز تعرف رقم الدوره اخر رقم جنب اخر اس، يعني 4 اس يبقى الدوره الرابعه، 5 اس يبقى الدوره الخامسه، يبقى رقم الدوره اخر رقم جنب اس. طب رقم المجموعه بجمع الاس والدي، بجمع الاس والدي. يعني مثلا السكند جنب السكند جنب ال 4 اس و3 دي كام؟ 1. اجمع معايا 1 و2 كام؟ يبقى 3 بي. يبقى لو عايز تعرف رقم المجموعه اجمع الاس والدي، اجمع الاس والدي بس كده. يبقى لو عايز تعرف المجموع بجمع الاس والدي، مجموع الاس والدي. طب رقم العمود في الجدول هو السكنديم ده رقم العمود بتاعه، هو العمود رقم كام؟ خلي بالك السكنديم كان جاب لي 1A و 2A، فهو العمود الثالث. يبقى رقم العمود في الجدول السكنديم ده العمود الثالث. لو عايز تعرف رقم العمود اجمع الاس والدي برضه. لو عايز تعرف رقم العمود في الجدول الدوري اجمع الاس والدي. السكنديم ده كان عنده 21 يبقى 2 1 يبقى العمود الثالث. يبقى لو عايز تعرف رقم العمود في الجدول يبقى اجمع ايه؟ الاس والدي، اجمع الاس والدي. طب لو عايز اعرف رقم العمود في الفئه، خلاص اطرح 2. يعني ايه اطرح 2؟ هو السكنديم ده العمود الكام في الدي؟ العمود الاول. هو السكنديم ده اول واحد. طب تيتانيوم العمود الثاني. طب اللي بعده الثالث، الرابع، الخامس، هم 10 اعمده. 10 ايه؟ اعمده. يبقى في سؤالين مهمين. في فرق بين رقم العمود في الجدول كله، بجمع الاس والدي. يبقى لو عايز تعرف رقم العمود في الجدول كله اجمع الاس والدي، ده رقم العمود. طب لو عايز اعرف رقم العمود في الفئه دي بس اجمع الاس والدي واطرح 2. يعني مثلا السكنديوم العمود الثالث في الجدول كله لكن الاول في الفئه دي. التيتانيوم العمود الرابع في الجدول كله لكن الثاني في الفئه دي. يبقى لو عايز تعرف رقم العمود في الفئه دي اطرح من ده 2، اطرح من ده هو كام؟ 2. طبعا ال10 عناصر حفظناهم وزجنا منهم ايه بالتفصيل. ده قانون اهو. لو عايز تعرف رقم العمود في الجدول اجمع الاس والدي. طب لو عايز اعرف رقم العمود في الفئه دي بعد ما اجيب رقم العمود في الجدول الدوري بطرح كام؟ 2. فبالتالي بيطلع معايا رقم العمود في الفئه دي. اللي بعده دول 4 سلاسل بالترتيب. اتفقنا 4 سلاسل. السلسله الاولى بتتبع فيها ال 3 دي وتقع في الدوره، وقلنا الدوره الرابعه. يبقى انا بحفظ مين؟ بحفظ ال 3 دي والدوره ايه؟ الرابعه. تبدا بعنصر السكنديوم وتنتهي بعنصر ايه؟ خرسين. السلسله الانتقاليه الثانيه بزود بقى الثانيه يبقى الكيت 4 دي والدوره الخامسه. و10 عناصر برضو تبدا بالليثيوم تنتهي بايه؟ بالكادميوم. اللي بعد كده الثالثه بزود بدل 4 دي يبقى 5 دي. يبقى دايما رقم الدي اكتر من السلسله ب2. يعني السلسله الاولى 3 دي، الثانيه 4 دي، بزود 2. يبقى دايما رقم الدي اكتر من السلسله ب2. السلسله الثانيه 4 دي، السلسله الثالثه 5 دي، السلسله الرابعه 6 دي. ماشي يا عم. بحفظ البدايه والنهايه. هنا كده مش عليها البدايه والنهايه، حتى اعملهم بلون مختلف مش مهمين. دي كلها ملاحظات على السلاسل الانتقاليه الرئيسيه. تعالى نقراها مع بعض كده بسرعه ونعلم عليها في المذكره اللي معاك. اول حاجه قلنا عدد عناصر السلاسل 40 عنصر يا دكتور. طب عدد العناصر الانتقاليه 36. ليه 36؟ ما قلنا عناصر انتقاليه بحذف اخر 4 يطلعوا 36 عنصر، لان ال 2 بي لا تعتبر عناصر انتقاليه. تقع عناصر السلاسل بين المجموعتين ال 2A وال 3A. يبقى كل الدي بين ال 2A وال 3A، كل الدي بين ال 2A وال 3A. ماشي. خلي بالك العناصر الانتقاليه بقى. لو قال العناصر الانتقاليه من غير سلاسل، هنا عناصر السلاسل بتتكلم على كله يبقى 2A و 3A، لكن العناصر الانتقاليه بين 2A وال 2B، 2A 2B. ماشي يا عم. العدد الذري طبعا بيزيد في السلسله الانتقاليه الثانيه عن الاولى بمقدار كام؟ 18. لا مش فاهم يعني الكلام ده. يعني السكنديوم مثلا واللي تحته يتريوم مثلا، السكنديوم 21 اللي تحته كام؟ 39. دايما في السلسله الاولى والثانيه لما اطرح كل عنصرين من تحت كده يبقى الفرق كام؟ 18. يعني اي عنصرين من الاولى للثانيه بيبقى الفرق كام؟ 18. هات السلسله الاولى واللي تحتيها كل عنصرين تحت بعض اطرح كده العدد الذري يطلع الفرق كام؟ 18. ماشي.
طب الفرق بين الثانيه والثالثه برضو كام؟ 18، برضو كام؟ 18 ما عدا اللانسين بيبقى 32. طب الفرق بين الثالثه والرابعه 32. يبقى انا بذاكر مش مهم جوه بس برضو ابقى فاهمها. الفرق بين الاولى والثانيه 18، الفرق بين الثانيه والثالثه 18 برضو ما عدا اللانسين بيبقى 32. الفرق بين الثالثه والرابعه لما اطرح اي عنصرين تحت بعض الثالث والرابع بيبقى الفرق 32. اتفقنا كمان ان رقم الدوره، رقم السلسله في الاول اهو، يقل عن رقم الدوره بمقدار 3. يعني ال 4 اس مثلا يبقى دي اسمها السلسله الاولى. طب ال 5 اس اكيد دي السلسله الثانيه. يبقى دايما رقم السلسله يقل عن رقم الدوره بمقدار كام؟ 3. الدوره الرابعه يبقى سلسله اولى، دوره 5 يبقى سلسله كام؟ ثانيه، وهكذا. رقم الدوره يساوي رقم السلسله زائد 3، هي ده كله كلام خدناه. خلي بالك ان دايما رقم الدي بيجي لي 1، دايما رقم الدي يجي لي 1 عن الاس، ورقم الاف يجي لي 2 عن الاس. يعني مثلا ايه 4 اس يبقى اكيد بعدها 3 دي. يبقى دايما رقم الدي يعني لو ده ان يبقى ده ان ناقص 1، لو ده ان يبقى ده ان ناقص 1. يبقى دايما رقم الدي يجي لي عن الاس ب1، دايما رقم الدي يجي لي عن الاس ب1. احنا بقى هندرس ايه؟ هندرس ال10 عناصر اللي احنا حفظناهم بالترتيب. مين هم ال10 عناصر يا عمي؟ سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز، حديد، كوبالت، نيكل، نحاس، خرسين. مكتوب عندك في المذكره. ده بيقول لك بيحكي لك على التواجد في القشره الارضيه، التواجد في القشره الارضيه، نسبه وجودهم في القشره الارضيه. انت بس مطلوب منك تحفظ مين اشهر واحد او مين اعلى واحد ومين اقل واحد ومين رقم 2. في القشره الارضيه اكتر واحد موجود في القشره الارضيه بنسبه كبيره هو الحديد، بيمثل 5% تقريبا كده من وزن القشره الارضيه. تمام، 5 وشويه. السكنديوم ده اقل واحد تحت، اقل واحد في التواجد في ال10 في القشره الارضيه، يبقى اعلى واحد في ال10 هو الحديد، اقل واحد مين؟ السكنديوم. احفظ برضو رقم 2 مين؟ تيتانيوم. ماشي. هي العناصر الانتقاليه ال10 دول بيمثلوا كم من القشره الارضيه؟ 7%. 7% من وزن القشره الارضيه عباره عن ال10 عناصر دول. تخيل ان 7% منها الحديد بس لوحده 5.1%. يعني 7% الحديد واخد اكتر من الضعف، من الضعفين كمان. يبقى الحديد لوحده 5.1%. مين اقل واحد بقى؟ السكنديوم، ده 26/10,000% السكنديوم. طب مين رقم 2؟ تيتانيوم. يبقى الحديد بعدها تيتانيوم 66%. ماشي يا عم. ده بالنسبه لل10 عناصر. بالنسبه ايه ل10 عناصر بنأكد على كلامنا اهو. قلنا ال10 عناصر تمثل كام؟ 7% من وزن القشره الارضيه. الحديد لوحده 5.1%. رقم 2 التيتانيوم، وطبعا اخر واحد احفظوا السكنديوم، اول واحد اخر واحد، اول واحد اخر واحد. يبقى السكنديوم ده اقل واحد تواجدا في القشره الارضيه، عنصر نادر الوجود مش نجيب. حلو كده، احنا خلصنا المقدمه بتاعه الجدول الدوري. خلصنا ايه؟ المقدمه بتاعه الجدول الدوري زي الفل. هنبدا بقى دلوقتي نتكلم على العناصر ال5 اللي احنا هندرسهم بالتفصيل. يبقى بعد ما خلصنا الجدول الدوري هبدا دلوقتي اتكلم على ال5 عناصر اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده بالتفصيل، من اول السكنديوم لحد المنجنيز. طب مع بعض ايه هم ال5؟ سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز. نحفظهم مع بعض: سكنديوم، تيتانيوم، فاناديم، كروم، منجنيز. مطلوب مني ايه يا دكتور؟ مطلوب مني اشوف كل عنصر، احفظ كل عنصر، عدد ذري، توزيعه، استخداماته، مهم في ايه، والثبات بتاعته. لو لي سبائك يبقى مركباته برضه، يبقى العنصر، استخداماته، سبائكه، ومركباته. يلا بينا. اتفقنا في القشره الارضيه مين اعلى واحد؟ اعلى واحد الحديد. مين رقم 2؟ التيتانيوم. الترتيب مش مهم بس تحفظ مين اعلى واحد ومين تاني واحد ومين اقل واحد عنصر السكنديوم. يلا بينا. هبدأ أتكلم عن أول عنصر معانا هو عنصر السكنديوم. في الحصة أنت قاعد بتفهم وتحفظ معايا. شباب الكيمياء في الباب الأول والباب الثاني فيها جزء كبير حفظ. الكيمياء بالأخص أول بابين الأول والثاني فيها جزء كبير حفظ، فلازم أنا أبقى مهيأ كده وأحفظ بعد ما أفهم. يبقى أنا فهمت وحفظت هعرف أحل. طب فهمت وكسلت تحفظ، براحتك بقى، ما تلومش غير نفسك ليه مش هتعرف تحل. يبقى أنا بفهم وأحفظ أحل صح إن شاء الله. اول حاجه عنصر السكنديوم يا دكتور، وزع السكنديوم. السكنديوم ده 21 يبقى ايه 4 اس 2 3 دي 1 و2 يبقى 1 و2 بس كده. بوزع بسرعه، بوزع ايه بسرعه. يبقى السكنديوم 21 2 1 يبقى 2 1. قال لي يوجد بكميات صغيره موزعه على نطاق واسع من القشره الارضيه، عنصر نادر الوجود. نادر والله احنا قلنا انه اقل واحد متواجد في القشره الارضيه عنصر نادر الوجود. دي كلها معلومات مهمه عن السكنديوم. اول حاجه السكنديوم علم عليه انه ايه اكثر نشاط كيميائي في ال10 بتوعه.
اكثر نشاط ايه كيميائي. اقوى هو اقوى فلز، اقوى فلز. وانت عارف من تانية ثانوي اقوى فلز يعني يحصل عمليه ايه اكسده، وطالما بيحصل عمليه اكسده بيفقد، يبقى عامل ايه مختزل، يبقى اقوى عامل مختزل في العشرة بتوعه. شبه الالومنيوم، شبهه في ايه طيب؟ السكنديوم ده هنعرف انه لما بيحب يفقد بيروح يفقد الثلاثه دول كلهم مع بعض مره واحده، خبطه واحده. يبقى السكنديوم ده لما بيحب يفقد هو ارجون 18، طب هو 21 بعد ارجون 18 يبقى عنده كام؟ 3 زياده بيفقدهم بحيث يبقى مستواه الاخير مكتمل ارجون 18. فبالتالي لما بيحب يفقد بيفقد 3 مع بعض يبقى موجب 3. يبقى السكنديوم ده لما بيحب يفقد بيفقد كام؟ 3 موجب 3. فهو شبه الالومنيوم برضه بيفقد كام؟ 3. يبقى الاثنين شبه بعض، الاثنين بيفقد 3. يبقى الالومنيوم شبه السكنديوم ده بيفقد 3 وده يحب يفقد 3. طب طالما الومنيوم 13 بيفقد 3 يبقى عنده 10 مكتمل، وده برضه بيبقى عنده 18 مكتمل. فبالتالي جهد التأين الرابع عندهم صعب. يبقى شبه بعض في ايه؟ ان جهد التأين الرابع صعب جدا لانه ايه؟ يتسبب في كسر مستوى طاقه مكتمل بالالكترونات. خش يا باشا على استخداماته. يبقى السكنديوم معلومه قلنا نادر الوجود، معلومته ايه؟ نادر الوجود وعنصر نشط، وهنعرف يعني كلمه نشط بعدين لما نتكلم عن النشاط. استخداماته، اول حاجه بنجيب السكنديوم ده ونضيفه على الالومنيوم ونعمل حاجه اسمها سبيكه. فهمني بقى يعني كلمه سبيكه؟ سبيكه بحط فلز على فلز وابدا اسخنهم ويدوبوا مع بعض، اسخن ده واسخن ده. تخيل كده الذهب، الدبله اللي انا لابسها دي، الدبله بتاعت خطيبتي، الدبله دي هل كلها ذهب نقي؟ تقول لي لا يا دكتور الذهب ده احنا عارفين بيبقى عليه نحاس. طب بيعملوها ازاي؟ الدبله اللي انا لابسها دي بيجيب الذهب ويجيب النحاس واسيح ده واسيح ده وابدا اعمل ايه؟ اخلطهم. طالما بخلط ماده مع ماده وينصهروا ويخشوا مع بعض دي اسمها سبيكه. اسمها ايه؟ سبيكه. حط عنصرين 3 المهم ايه؟ يتحدوا مع بعض او يدخلوا ايه؟ مع بعض، دي اسمها سبيكه. طب هم ليه بيحطوا السكنديوم مع الالومنيوم؟ عشان نعمل سبيكه تستخدم في صناعه ايه؟ طائرات الميج المقاتله. طائرات ايه؟ الميج المقاتله. طب مهم في ايه؟ قال تمتاز بخفتها وشده صلابتها. والله الطائرات الحربيه اللي هي طائرات الميج المقاتله او طائرات الهليكوبتر اول حاجه عايزه تبقى خفيفه عشان تعرف تطير وتبقى صلبه. يبقى ايه مميزات السبيكه بتاعت السكنديوم مع الالومنيوم؟ تقول لي يا دكتور تمتاز بالخفه والصلابه. الخفه وايه؟ والصلابه، شده صلابتها وكمان ايه؟ خفيفه. السكنديوم مجموعه كام؟ 3 بي. طب الالومنيوم 3 ايه. اخر السنه هل هيقول لي سبيكه الومنيوم مع السكنديوم تصنف في ايه؟ لا، هيقول لي سبيكه تتكون من عنصران اكس وواي، واحد يقع في المجموعه 3 بي واحد يقع في 3 اي. شكرا ما تكملش. طالما قال لي 3 اي وال 3 بي يبقى ده سكنديوم مع الومنيوم. او يسال بطريقه ثانيه يقول لي سبيكه تتكون من عنصران كلاهما جهد التأين الرابع صعب. طالما الرابع صعب يبقى هو بيتكلم على عنصرين مين ومين؟ 3 A 3 B. ما هو 3 A يعني بيفقد 3 يبقى الرابع صعب. طب 3 B برضه بيفقد 3 يبقى ايه؟ الرابع صعب. فبالتالي احفظهم كويس. السكنديوم مع الالومنيوم عملنا طائرات ميج مقاتله مع بعض اسمها ايه؟ طائرات الميج المقاتله. طائرات الميج المقاتله اللي هي الطائرات الحربيه الخفيفه اللي بتطير. قلنا اكبر صلابه اخف. يعني كلمه اخف يعني اقل كتله. كلمه الكثافه او الكثافه كتله الحيمه فهي خفيفه فاقل ايه؟ كتله. يبقى تميز بالصلابه وخفيفه الكتله بتاعتها قليله. ماشي يا عم. يبقى اول استخدام معانا للسكنديوم احفظ معايا سكنديوم مع الومنيوم طائرات ميج مقاتله. سكنديوم مع الومنيوم طائرات ميج مقاتله تمتاز بالخفه والصلابه. الخفه والصلابه. 2 ضفنا السكنديوم للزئبق. يبقى رقم 1 ضفناه للالومنيوم عملنا طائرات ميج مقاتله. تاني حاجه بنضيف السكنديوم يا شباب ده للزئبق. ايه رمز الزئبق؟ اتش جي. مصابيح ابخره الزئبق. ده هدفه ايه بقى؟ لانتاج ضوء عالي الكفاءه يشبه ضوء الشمس. بنستخدمه في التصوير الليلي. تصوير ايه؟ اثناء الليل. دلوقتي لو انت رحت اي لوكيشن كده ربنا كرمك وبقيت فنان مشهور وبقيت فنانه مشهوره ورحت تمثل كده دايما تلاقي كده في الليل الاضاءه قويه عامله زي ضوء الشمس بالظبط. او مثلا رحت تلعب كوره في اي ملعب كده تلاقي الاضاءه قويه. بيعملوها ازاي؟ بيحط السكنديوم مع الزئبق لانتاج ضوء عالي الكفاءه يشبه ضوء الشمس بالظبط. شبه ضوء الشمس ايه؟ بالظبط. يبقى احنا دلوقتي خدنا ان السكنديوم ضفناه للالومنيوم عملنا طائرات ميج مقاتله وضفناه للزئبق عملنا ايه؟ ضوء عالي الكفاءه يشبه ضوء الشمس يستخدم في التصوير الليلي. تصوير ايه؟ ليلي. يا دكتور لخص لي يا باشا السكنديوم ده بحفظ ازاي؟ تقول لي السكنديوم 3 حاجات. اول حاجه 21 بيفقد كام؟ 3 مع بعض. السكنديوم ايه؟ 21 بيفقد كام؟ 3. بيحب يفقد 3 مره واحده. طب ايه كمان مميزاته؟ نادر الوجود. يبقى اول حاجه نادر الوجود مش موجود. كمان ليه سبيكتين. السكنديوم مع الالومنيوم طائرات ميج مقاتله. ما هو ده الحفظ. هو ده الحفظ اللي بيساعدك تحل كويس. لخص صغر المعلومات. سكنديوم مع الالومنيوم طائرات ميج مقاتله. طب سكنديوم مع زئبق ضوء عالي الكفاءه. بس كده. سكنديوم مع زئبق ضوء عالي الكفاءه.
دي معلومات زياده، معلومات اسرائيليه بتجراها لكن هي مش مهمه، مش هسالك فيها. بيحكي لك ان السكنديوم مع الالومنيوم برضه في المعادلات الرياضيه مش عارف ايه، عشان هي خفيفه وصلبه، خفيفه وايه وصلبه. يبقى الخلاصه ان سبيكه الالومنيوم مع السكنديوم مع الالومنيوم بتبقى خفيفه زي مضارب البيسبول اهي، بتبقى صلبه، البيسبول ده اللي احنا بنضرب بيها كده، بتبقى صلبه وخفيفه بحيث انا اعرف اشيلها العب بيها، وتبقى في نفس الوقت ايه صلبه، الكوره مش تكسرها. كده خلصنا اول عنصر. يلا بينا نتكلم على العنصر رقم 2. رقم 2 معلم. مين المعلم ده؟ تيتانيوم. يبقى العنصر رقم 2 تيتانيوم. عدد ذرة كام؟ 22. وزع على 22 ارجون 18 4s2 3d2 مع بعض. وزع على 22 ارجون 18 4s2 3d2. طب لما يبقى دي فيها 2 وانت واخد معايا من تانية ثانوي ان دي كان 5 اوض، عايز حد يسكن الاثنين، سكن الاثنين ادي واحد. يبقى عنده كم مفرد؟ 2 مفرد. عنده كم مفرد؟ عنده 2 الكترون مفرد. طب السكنديوم اول واحد كان عنده كم واحد في دي 1، يبقى عنده واحد بس مفرد. وانا بذاكر السكنديوم عنده كم مفرد؟ 1 مفرد. التيتانيوم عنده كم مفرد؟ 2 مفرد. ماشي يا دكتور يلا بينا. اول جمله عن التيتانيوم، قال لي عنصر شديد الصلابه كالصلب ولكنه اقل منه كثافه. الخصها ازاي يا دكتور الجمله دي؟ عنصر التيتانيوم من مميزاته ان هو ايه؟ اصلب من الصلب واخف منه. يبقى اصلب واخف. حلو برضو، اصلب وايه واخف. يبقى عنصر التيتانيوم من اكثر العناصر شديده الصلابه. فهتلاقي سؤال في الواجب اكثر الفلزات صلابه، اختار عنصر ايه؟ التيتانيوم. يبقى اكثر الفلزات صلابه هو عنصر ايه؟ التيتانيوم. يبقى التيتانيوم ده اصلب واخف من الصلب، اصلب من الصلب واخف منه. هو مكتوبه كالصلب، هو شبهه بس هو اكتر منه ايه؟ صلابه. يعني النسبه بين كثافه الصلب الى التيتانيوم اكبر من واحد صحيح، ما هو اخف فطبيعي الصلب هيبقى اتقل، الصلب هيبقى ايه؟ اتقل. فلما اقسم كثافه الصلب على التيتانيوم، لما اقسم كبير على صغير يطلع اكبر من واحد ايه؟ صحيح. تاني يبقى انا عندي دلوقتي لو هقارن الصلب مع التيتانيوم، مين اصلب؟ التيتانيوم. يبقى لما اقسم صلابه ده على صلابه ده يطلع اقل من واحد صحيح، بقسم صغير على كبير. طب مين اتقل؟ مين اتقل؟ الصلب اتقل، لان احنا قلنا هو اصلب واخف. يبقى مين اتقل؟ الصلب. يبقى لما بقسم كثافه الصلب على التيتانيوم تطلع النسبه كام؟ اكبر من واحد صحيح. لما اقسم كبير على صغير تطلع اكبر من واحد ايه؟ صحيح. طب يا دكتور فهمني التيتانيوم ده بيدخل فين؟ قال لي عنصر التيتانيوم ده بيدخل مع سبيكة الألمنيوم أو مع عنصر الألمنيوم ويعمل سبيكة تستخدم في الطيارات والمركبات الفضائية. في صناعة ايه؟ الطائرات والمركبات الفضائية. علي ليه طيب؟ ليه ما تعملش الطيارة من ألمنيوم بس؟ الطيارة أول ما تطلع وتبدأ تتحرك بسرعة عالية تحتك مع الهواء، واحتكاك الهواء ده بيولد ايه؟ حرارة. اي احتكاك بيولد حرارة. الألمنيوم ده عنصر ضعيف بينصهر عند حرارة قليلة، فأنا عايز أضيف له عنصر صلب بحيث أول ما تحتك مع الهواء في عنصر كده يسندها يبقى قوي، هو عنصر ايه؟ التيتانيوم. يبقى هدف التيتانيوم أو أهمية التيتانيوم مع الألمنيوم يحافظ على متانتها في درجات الحرارة المرتفعة في الوقت الذي ايه؟ تنخفض فيه متانة الألمنيوم. يعني تخيل معايا في طيارتين، في طياره مصنوعه من الومنيوم بس وفي طياره مصنوعه من الومنيوم وتيتانيوم. اول ما الطياره بتاعت الومنيوم بس هتطير كده، اول ما السرعه تزيد تحتك مع الهواء المتانه بتقل فيبدا ينصهر فترجع. لكن مميزات التيتانيوم بقى بيحافظ على المتانه. فادي لك رسمه زي كده في الامتحان، المتانه والحراره. كل ما زود الحراره المتانه بتاعت الالومنيوم بتعمل ايه؟ بتقل، بيلين، بينصهر، بيجع. لكن مين بقى متانته عاليه؟ التيتانيوم متانته عاليه بيحافظ على المتانه، بيحافظ على المتانه. تاني يبقى الخص معايا التيتانيوم ضفنا له ايه؟ الومنيوم. ضفنا له ايه؟ الومنيوم. عملنا ايه؟ سبيكه تستخدم في طائرات مركبات فضائيه، طائرات مركبات فضائيه. وانا بذاكر الومنيوم 3A، طب تيتانيوم 4B. الالومنيوم لحد دلوقتي داخل في سبيكتين. اول واحد الومنيوم مع سكنديوم طائرات مش مقاتله مع بعض، الومنيوم مع سكنديوم طائرات مش مقاتله. طب الومنيوم مع تيتانيوم طائرات مركبات فضائيه، طائرات مركبات فضائيه. اللي بعده 2. كمان عنصر التيتانيوم ده يستخدم في زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية. والله أي حد كده دخل في خناجة خد له بنية بيفضوا خناجة في سنة اتكسرت في فك طار، بيعمل إيه؟ بيركب أسنان، بيحط أسنان فيصان في زراعة الأسنان، بنعمل حاجة اسمها زراعة الأسنان. فالعنصر اللي بيستخدم في زراعة الأسنان اللي بينزل جوه اللثة كده ويدخل جوه ده مصنوع من عنصر التيتانيوم. طب إشمعنى عنصر التيتانيوم؟ قال لي لأن الجسم لا يلفظه ولا يسبب أي نوع من التسمم. ليه طيب؟
الجسم مش بيتفاعل معاه، الجسم مش بيتفاعل مع التيتانيوم، فبالتالي الجسم بيقبله. كلمه لا يلفظه يعني بيقبله مش بيتفاعل معاه، كلمه لا يلفظه يعني بيقبله مش بيتفاعل معاه. تاني يبقى عنصر التيتانيوم لحد دلوقتي خدنا سبيكه وعنصر، سبيكه وعنصر. السبيكه مين مع مين؟ الومنيوم مع تيتانيوم، طائرات مركبات فضائيه. طب العنصر يصاب في ايه؟ زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. لا قدر الله اي حد بيعمل حادثه يقول لك ده ركب الشرايح والمسامير. الشرايح والمسامير دي مصنوعه من عنصر ايه؟ تيتانيوم برضه، عشان عنصر التيتانيوم ده الجسم بيقبله مش بيتفاعل معاه. ماشي يا عم. اهم مركباته، اهم مركب على التيتانيوم هو ثاني اكسيد التيتانيوم TiO2. المركب ده اكسيد التيتانيوم الرباعي TiO2. طب ليه بكتب اي في؟ عشان لما تيجي تحسب التي اي يطلع التي اي بكام؟ بموجب 4. يطلع التي اي بكام؟ بموجب 4. يبقى ثاني اكسيد التيتانيوم TiO2 عدد تأكسد التي اي بكام؟ بموجب 4. ده بيدخل فين؟ في مستحضرات التجميل. والله يا بنتي انت كده حلوه وبيضه، وانت حبيبي كده كنت خايف على البشره بتاعتك، ولما رحت صيفت كده من يومين ثلاثه او من اسبوع ثلاثه كده لورا، صيفت كده في اسكندريه او مرسى مطروح او الغردقه او شرم، إيه جسمك سمر او جسمك كده سود شويه، فانت بقى تشتري حاجه اسمها ايه؟ صن بلوك. او البنات اللي بتخاف على بشرتها بتشتري حاجه اسمها ايه؟ صن بلوك. تاخد الصن بلوك بتاعها وتبدا ايه؟ تدهن بقى جسمها ودراعاتها، ونبدا ندهن. الصن بلوك ده دوره ايه؟ بيمنع الشمس انها توصل للجلد، بيمنع الشمس توصل ايه؟ للجلد. فمين بقى الصن بلوك بتاعنا النهارده؟ هو ثاني اكسيد التيتانيوم TiO2. ده ماده تدخل في تركيب مستحضرات التجميل. ليه؟ من اشعه ايه؟ الشمس. لان دقائقه النانويه يعني جزيئاته النانويه تمنع وصول الشمس اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه للجلد. تمام؟ ده بالنسبه لاستخدام TiO2. يبقى انا بذاكر التيتانيوم الخص ازاي يا دكتور؟ الخصه في 4 حاجات: معلومه، سبيكه، عنصر مركب. تاني احفظوا معايا شباب، هي دي المذاكره. انا خلصت التيتانيوم. الخص ازاي؟ تعمل لي كده: تيتانيوم ده 4B يبقى 4 حاجات، تيتانيوم 4B يبقى 4 حاجات: معلومه، سبيكه، عنصر مركب. المعلومه شديد الصلابه كالصلب لكنه اخف منه، يبقى اصلب واخف من الصلب. يبقى المعلومه اصلب واخف من الصلب. طب السبيكه الومنيوم مع تيتانيوم، طائرات مركبات فضائيه عشان بيحافظ على المتانه. طب العنصر نفسه يصادم في ايه؟ زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. طب المركب TiO2 ثاني اكسيد التيتانيوم دوا او اكسيد التيتانيوم الرباعي، ده يستخدم في ايه يا دكتور؟ مستحضرات التجميل. شكرا، خلصت التيتانيوم. ده بالنسبه لك. يلا سمع، تخيل معايا في السنتر، اتفضل سمع. تقول لي يا دكتور تيتانيوم 4B 4 حاجات، الدي فيها كام؟ 2، والاس فيها 2، يبقى مجموعه كام؟ 4B. معلومه، سبيكه، عنصر مركب. احفظهم، اكتبهم كده، لخصهم وعشان تعرف تحل ان شاء الله. اللي بعده ده الصن بلوك اهو، الكريم بتحطه على ايدها وتبدا تدهن. عايزاك تجيب لي صن بلوك. ايه؟ صن بلوك ايه صن بلوك ده بتحط كريم يعني على الوش ليا انا وامي عشان ما نتحرقش من الشمس. انت امك. ده بكام ده؟ ده ب 120 جنيه. 120 جنيه؟ لا تتحرق انت وامك على البحر. صن بلوك ونيلة ايه؟ ده ابوكي ما كانش يعرف الصابونه. تمام. ده بالنسبه لاستخدام انه بيمنع وصول الشمس او الاشعه فوق البنفسجيه للجلد. ثالث عنصر معانا، يبقى احنا خدنا سكنديوم، خدنا فاناديوم، خدنا تيتانيوم. هناخد ايه؟ فاناديوم. السكنديوم خدناه مع الامونيوم، عملنا طائرات ميج مقاتله، ومع الزئبق عملنا ضوء عالي الكفاءه. تعال بقى نتكلم على ثالث عنصر معانا وهو عنصر الفاناديوم. عنصر الفاناديوم، فاناديوم او ماشي يا عم. فاناديوم 3 وكام؟ و20. 23 يبقى ارجون 18 4s2 3d5. طب ارجون 18 4s2 3d3 سوري 3d3 يبقى 23 يبقى ارجون 18 4s2 3d كام؟ 3 يبقى دي فيها كام؟ 3. طب عايز حد يرسم معايا. لو الدي فيها 3 يبقى عنده كام مفرد؟ 1 2 3 بس كده يا باشا، 3 مفرد اهو. لو الدي فيها 3 يبقى عنده كام مفرد؟ 3 مفرد. طب يصنف ايه؟ قال لي اول حاجه الفاناديوم ده عملنا منه سبيكه، ضفنا ايه؟ للصلب. يبقى فاناديوم مع الصلبه. عملنا سبيكه تمتاز بايه؟ قساوه عاليه، قساوه عاليه تتحمل الصدمات وقدره كبيره على مقاومه التاكل. يبقى القساوه كبيره، مقاومه للتاكل برضو كبيره. دي سبيكه مين مع مين؟ الفاناديوم مع الصلب. طب يا دكتور هو الصلب ده انا بسمعها كتير، هو الصلب ده عباره عن ايه؟ الصلب ده هناخده بعدين عباره عن حديد مع كربون. يبقى الفاناديوم اتضاف لمين؟ حديد وكربون اللي هو اسمه الصلب. يبقى ايه هو الصلب؟ حديد مع كربون، ضفنا له فاناديوم، عملنا سبيكه تستخدم في صناعه ايه؟ زون بلوكات السيارات.
ذو المركبات ايه اصغر اللي هي المساعدين. ليه المساعدين يا دكتور؟ لازم تبقى مصنوعه من حاجه قويه صلبه وقساوه عاليه وكمان مقاومه للتاكل. المساعدين دي وانت بتاخد اي مطب كده عامل زي السوسته، هي بتعمل ايه؟ بتتحمل ايه؟ الصدمات. يبقى تاني اول سبيكه معانا في الفاناديوم مين مع مين؟ الفاناديوم مع الصلب. عملنا ايه؟ ذو المركبات السيارات. علل ليه؟ لانها تمتاز بقساوه عاليه ومقاومه للتاكل. قساوه عاليه تتحمل الصدمات ومقاومه للتاكل. فاناديوم مع الصلب اللي هي المساعدين اهي، دي رسمتها المساعدين. اي مطب تبدا ايه؟ تطلع وتنزل. اول حاجه لازم تبقى مقاومه للتاكل لانها بتحتك مع بعضيها، مقاومه للتاكل وتتحمل كمان ايه؟ الصدمات، قساوه عاليه. يبقى انا بذاكر الفاناديوم 23 3 و2 5 بي، مجموعه كام؟ 5 بي 5 بي. طب ده لما بيحب يفقد بيعمل ايه؟ والله يا باشا ممكن يفقد ايه؟ بس كده هو ارجون 18 بعد كده ايه؟ 4 اس 2 اهو 3 دي 5. تعال نكتب هنا مع بعض كده. ماشي. تعال نوزع مع بعض الفاناديوم. ارجون 18 4 اس 2 3 دي كام؟ 3. يوم ما يحب يفقد ممكن يفقد 2 او يفقد 3 او يفقد 4، اقصى حاجه يفقد 5. ليه؟ هفقد دول بس 5. يبقى اقصى حاجه يفقدها كام؟ 5. ليه طيب؟ ما هو بعد ما يفقد 5 يجي يفقد السادس بقى، يبقى ايه؟ صعب جدا. يبقى مين العنصر اللي جوده التأين السادس عنده صعب؟ الباشا ده، لانه اقصى حاجه يفقدها كام؟ اقصى حاجه يفقدها كام؟ 5. يبقى اقصى حاجه بفقد الدي والاس. 3 و2 كام؟ 5. طب احنا لسه واخدين تيتانيوم كان 2 و2، يبقى اقصى حاجه يفقدها كام؟ 4. 2 و2 كام؟ 4. يبقى الخامس عنده صعب. طب اول عنصر خدناه السكنديوم، حد فاكر السكنديوم ده كان توزيعه ايه؟ 2 1 2 1 يفقد كام؟ 3. يبقى الرابع عنده صعب. فوانت بتحل في الواجب بيقول لك ايه؟ عنصر يتميز بان جوده التأين الرابع صعب، يبقى هو كان اقصى حاجه 3، ده السكنديوم. عنصر يتميز بان الخامس عنده صعب، يبقى ده كان اقصى حاجه كام؟ 4، يبقى ده تيتانيوم. عنصر يتميز بان السادس عنده صعب، يبقى ده كان عنده كام؟ 5، يبقى ده الفاناديوم. ماشي. مركب المركب بتاعه بقى اسمه خامس اكسيد الفانيديوم V2O5. ده ليه بقى استخدامات مهمه. خامس اكسيد الفانيديوم مع بعض اسمه ايه؟ خامس اكسيد الفانيديوم. ولو عايز تحسب عدد تاكسد الفانيديوم هيطلع بكام؟ بموجب 5. زي ما اتعلمنا ازاي نحسب عدد التاكسد، واحنا قلنا اقصى حاجه كام؟ موجب 5 2 3 4. اقصى حاجه كام؟ 5. استخدامات المركب ده مهمه جدا. يستخدم كصبغه في السيراميك. صبغه فين؟ في صناعه السيراميك والزجاج. يبقى كصبغه لون. يعني صبغه لون. الالوان بتاع السيراميك الحلوه دي بيبقى داخل فيها مين؟ خامس اكسيد الفانيديوم. كمان يساهم كعامل حفاز في 3 حاجات. عامل حفاز في 3 حاجات. اول حاجه في صناعه المغناطيسيات وكمان تحضير حمض الكبريتيك وتحضير حمض ايه؟ البنزويك. تاني الخص ازاي المركب ده؟ خامس اكسيد الفانيديوم، صبغه وعامل حفاز. صبغه واعمل ايه؟ حفاز. صبغه فين؟ في السيراميك. صبغه فين؟ في السيراميك والزجاج. عامل حفاز في كام حاجه؟ 3. في صناعه المغناطيسيات وتحضير حمضين. حمض ايه وحمض ايه؟ حمض الكبريتيك وحمض البنزويك. بطريقه التلامس هنعرفها بالتفصيل بعدين. وتحضير البنزويك برضه هناخده ان شاء الله في العضويه من التروين. احفظ بس ان الخامس اكسيد الفانيديوم ليه 4 حاجات. 1 صبغه في السيراميك. طب عامل حفاز فين؟ في المغناطيسيات، حمض كبريتيك، حمض بنزويك. احفظ 4 كلمات: صبغه، مغناطيسيات، كبريتيك، بنزويك. يبقى انت تلخص الكتابه دي كلها يا دكتور في 4 كلمات. ايه هي استخدامات خامس اكسيد الفانيديوم؟ تفتكر 4 كلمات: صبغه، مغناطيسيات، كبريتيك، بنزويك. صبغه فين؟ في السيراميك. في صناعه ايه؟ مغناطيسيات. عامل حفاز في تحضير ايه؟ حمض الكبريتيك وحمض البنزويك. ده بالنسبه لخامس اكسيد الفانيديوم. عايز حد يلخص معايا الفاناديوم توزيع سبيكه مركب. توزيعه 4s2 3d3. اقصى حاجه يفقدها كام؟ 5. عنده كم مفرد؟ 3. الدي في 3 يبقى عنده كم مفرد؟ 3. السبيكه فاناديوم مع الصلب، زمركات السيارات مع بعض. فاناديوم مع الصلب. اتكلم معايا يا حيوان، اتكلم معايا. فاناديوم مع الصلب، زمركات السيارات. ليه؟ مقاومه للتآكل وقساوه عاليه. 3 المركب V2O5 خامس اكسيد فاناديوم يستخدم في كام حاجه؟ 4. صبغه، مغناطيسيات، وحمضين كبريتيك بنزويك. الله ينور. الناس اللي مركزه معايا حفظت الفاناديوم بيتكلم عن ايه؟ تقول يا باشا الفاناديوم ده 3 حاجات: توزيعه وسبيكه ومركب. اللي بعده عنصر الكروم.
يبقى احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن كام عنصر؟ اتكلمنا عن 3 عناصر. واحد اتكلمنا عن السكنديوم، يبقى واحد اتكلمنا عن السكنديوم بالتفصيل. 2 اتكلمنا عن تيتانيوم. 3 اتكلمنا عن فاناديوم. رقم 4 هتكلم عن عنصر الكروم. كروم 24 وزع على 24 ارجون 18 4 اس و 3. بدل ما 2 و4 بخليها كام وكام؟ 1 و5. 2 و4 1 و5. ركز بقى معايا هنا كده. لو سالتك الاس دي عندك كام الكترون؟ 1 يبقى ده مفرد. الدي عندك كام الكترون؟ 5. سكن الخمسة 1 2 3 4 5. ايه ده؟ يبقى عنده كام مفرد؟ كلهم 6 مفرد. 1 في الاس و5 في الدي، يبقى ده الوحيد اللي عنده 6 مفرد. مهمة. ليه؟ ده مميز في ايه؟ ده الوحيد اللي عنده 6 الكترونات مفردة، هو الكروم. الكروم عنده 6 الكترونات مفردة. طب لما بيحب يفقد ممكن يعمل ايه؟ ممكن يفقد 2. 1 و1 مثلا ممكن يفقد 2 3 4 5. اقصى حاجه يفقدها كام؟ يطير ال6 يا باشا. اقصى حاجه يعملها الباشا ده يطير كام؟ ال6. يبقى اقصى حاجه يفقد ال6. يبقى وانت ماشي السكنديوم اقصى حاجه 3، تيتانيوم 4، فاناديوم 5، كروم 6. ما هو عنده 6 بعد الارجون، عنده 6 بعد الارجون. ماشي. اول معلومه، قال له عنصر على درجه عاليه من النشاط الكيميائي، نشط جدا. يبقى ده اول حاجه تعرفها لما تلاقي في الاسئله عنصر نشط ما تكملش. مين النشط اللي احنا خدناه؟ الكروم، لكنه يقاوم فعل العوامل الجويه. ايه ده؟ نشط بس ما بيتفاعلش، بيقاوم. ازاي منين بتقول نشط ومنين بتقول ان هو بيقاوم فعل العوامل الجويه؟ نشط، ايوه يا عم الكروم ده نشط، لكن اول ما بيتفاعل، ده تخيل معايا الجرام ده كروم اهو، اول ما اسيبه في الهواء بيتفاعل مع الاكسجين اللي في الهواء. طب انا بفكر معاك، الكروم ده لما يتفاعل مع الاكسجين يكون مركب اسمه ايه؟ اكسيد الكروم. قال لي اول ما بيتفاعل مع الهواء بيكون مركب اسمه اكسيد الكروم ده، وده حجم ذراته كبير، حجم جزيئاته كبير، فبالتالي بيحمي الكروم. تخيل معايا قلم زي كده ورحت غلفته، فهل الهواء يعرف يوصل له؟ لا خلاص، ما انا قفلت عليه خلاص. تاني، يبقى تخيل معايا كده، نرسمها بره يعني. ده الكروم اهو، دي كلها ذرات كروم سي ار، يبقى دي كلها ذرات كروم سي ار. الكروم ده يا دكتور اول ما بسيبه في الهواء بيجي الاكسجين. بيجي مين؟ الاكسجين. بيبدا يتفاعل الكروم مع الاكسجين ويكون مركب اسمه ايه؟ اكسيد الكروم او ثالث اكسيد كروم. ماشي يا دكتور. المركب ده حجمه كده، يتفاعل مع كل الذرات اهي اللي من بره ويتكون مركب اسمه اكسيد الكروم. لو سالتك هو مين حجم جزيئاته اكبر، الاكسيد ولا الذرات؟ وللاكسيد، فبالتالي الطبقه دي اللي حواليها دي بتبقى طبقه غير مساميه. يعني ايه غير مساميه؟ ما فيهاش فتحات، فبالتالي الاكسجين يجي يدخل مش عارف يدخل، فالذرات اللي جوه بتفضل زي ما هي. يبقى بسبب تفاعل الطبقه السطحيه اللي هو الذرات دي مع الكروم وكون حاجه اسمها اكسيد الكروم ده حجم جزيئاته كبير، دي طبقه غير مساميه تمنع استمرار التفاعل. دي عامله زي ظاهره الخمول الكيميائيه. يبقى انا بتفاعل مع الهواء فبكون طبقه من الاكسيد تمنع استمرار التفاعل. يبقى الكروم اللي جوه ده اتغلف خلاص بطبقه منين؟ من الاكسيد الكروم حجمها كبير. يسالك في الواجب او في كتاب خارجي النسبة بين حجم جزيئات أكسيد الكروم إلى حجم ذرات الكروم، مين حجمه أكبر؟ الأكسيد ولا الذرات؟ الأكسيد طبعا، يبقى أكبر من 1 إيه؟ صحيح. نرجع. يبقى دلوقتي لما يقول لي يا دكتور علل ليه هو اصلا نشط وما بيتفاعلش؟ ما بيتفاعلش بسبب ايه؟ تكون طاقه من الاكسيد على سطحه متماسكه غير مساميه، ما فيهاش فتحات، حجمها اكبر من حجم الذرات العنصر الكروم، مما يعطي طاقه من الاكسيد تمنع استمرار التفاعل. الكلام ده بعد ما فهمته تلاقيه سهل، يبقى انا عندي الكروم اهو بعد ما يتفاعل بيبقى حواليه طبقه من الاكسيد تمنع استمرار التفاعل، والمعادله مكتوبه عندك ابدا ذاكرها. ده اسمه صدى مرغوب فيه. ليه طيب؟ احنا بنستخدم الكلام ده ان احنا بنطلي المعادن بالكروم، بحيث الكروم ده اول ما يلزق عليها كده بيحميها من الصدى. من الصدى. اسمه صدى مرغوب فيه. استخداماته، يبقى رقم 1 قلنا الكروم معلومه. بعد كده استخدامات الكروم نفسه. 2 سبايك او سبيكه
3 مركبات. يبقى يا دكتور انا بحفظ ايه في الكروم؟ طب بتحفظ 4 حاجات: معلومه، سبايك، عنصر، مركب. يبقى معلومه، عنصر، سبايك، مركب. المعلومه نشط لكنه يقاوم، المعلومه نشط لكنه يقاوم، وعرفنا ليه بيقاوم، عشان بيكون طبقه من الاكسجين على سطحه تمنع ثمار التفاعل، بس كده. العنصر نفسه بقى يستخدم في ايه؟ احنا لسه قايلينها، يستخدم في طلاء المعادن ودباغه الجلود. اي جلد بنشتريه كده، فرو او جزمه او كوتشي، ده بيبقى مصنوع متاخد من الحيوانات، وحصل عمليه ايه؟ دباغه مين؟ الجلود، بننضف يعني. تاني ريح معايا، يبقى الكروم الخص الكروم في كام حاجه؟ 4: معلومه، عنصر، مركب، سباك. المعلومه نشط لكنه يقاوم، العنصر نفسه يسمى في ايه؟ طلاء معادن. مهمه دي، طلاء معادن دماغه ايه؟ جلود، لانها مهمه. اول ما اقول لك عنصر يسمى في طلاء المعادن دماغه جلود، يبقى ده عنصر ايه؟ الكروم. طب السبايك 2: حديد مع كروم، وكروم مع نيكل. حديد وكروم، ونيكل وكروم، حديد وكروم، نيكل وكروم. الحديد والكروم الصلب الذي لا يصدأ، الستانلس ستيل، ستانلس ستيل. يبقى الستانلس ستيل ده الحديد والكروم. يبقى سبيكه الحديد والكروم ده دايما يقول لك ايه؟ انا اشتريت حله ستانلس ستيل، عندي معلقه ستانلس ستيل، اشتريت مش عارف طقم ستانلس ستيل. ستانلس ستيل دي معناها الصلب الذي لا يصدأ، ده ما بيصديش، فبالتالي ده الحديد والكروم. يبقى ايه هو الصلب الذي لا يصدأ؟ الحديد والكروم. طب احنا من شويه خدنا الصلب ده اللي هو ايه؟ حديد وكربون. طب الصلب الذي لا يصدأ؟ الحديد والكروم. سبيكه النيكل كروم بقى ملفات تسخين، نيكل كروم ملفات تسخين وافران كهربيه. نيكل كروم ملفات تسخين وافران كهربيه دي عامله زي ايه؟ عامله زي مثلا دلوقتي لو انا بعمل مكوى، او عندي الشبكه اللي بتبقى على البوتاجاز نفسه، هل الشبكه دي وانا بسخن اي حاجه على البوتاجاز هل بتتكسر؟ لا، مقاومه ايه؟ الحراره. فملفات التسخين او افران كهربيه لازم تبقى مقاومه للحراره، لانها تقاوم التآكل حتى هي مسخنه لدرجه مين؟ الاحمرار. ماشي. تاني يبقى عندي كام سبيكه؟ 2: حديد كروم او نيكل كروم. بذاكر كده، نيكل ايه؟ كروم. حديد وكروم الصلب الذي لا يصدأ. طب نيكل كروم ملفات تسخين وافران كهربيه. مركباته بقى 2، مركباته 2، يبقى سبايكه 2، مركباته 2. يبقى خلي بالك الكروم لكام استخدام؟ 2، سبايكه 2، مركباته 2. طب المعلومه نشط لكنه يقاوم، نشط لكنه ايه؟ يقاوم. المركبات بقى، اول مركب اكسيد الكروم الثلاثي اللي هو ده Cr2O7، ده يستخدم في صناعه الاصباغ او عمل الاصباغ، ده لون اخضر في عمل الاصباغ. يبقى يدخل في عمل الاصباغ او صناعه الاصباغ، عكس الV2O5 في خامس اكسيد الفانيليوم، ده كان صبغه، هو نفسه صبغه. ففي كلمتين مهمين بيلخبطوا، لو قال لك عنصر يستخدم اكسيده كصبغه او هو صبغه يبقى ده الفاناديوم، لكن في عمل الاصباغ او صناعه الاصباغ يبقى ده هو ايه؟ الكروم. ثاني كرومات البوتاسيوم، ثاني كرومات البوتاسيوم ده ماده مؤكسده، ماده مؤكسده، يبقى هي بيحصل عمليه ايه؟ اختزال. انا عامل مؤكسده وانا ماده مؤكسده وانا بيحصل عمليه اختزال، احفظها كويس. ثاني كرومات البوتاسيوم K2Cr2O7. خلي بالك الكروم هنا بموجب 3، لكن الكروم هنا بكام؟ موجب 6، ودي اقصى حاله تاكسد هتلاقيها في الواجب. يقول لك مركب يستخدم الكروم فيه او وهو عنده 6 مفرد يبقى ده الكروم. اقصى حاله تاكسد يبقى هو يكسد مين؟ المركب ده. اقصى حاله تاكسد يبقى هيكسد مين؟ ثاني كرومات البوتاسيوم بيكون بموجب 6، لكن المركب ده بموجب 3. ثاني كرومات البوتاسيوم بموجب 6، المركب ده بكام؟ بموجب 3. ماشي يا عم. الكروم رخم في معلومات كتيره، طب الخص ازاي؟ ارفع ايدي كده: معلومه، عنصر، سبائك، مركبات. المعلومه نشط لكنه يقاوم. العنصر ليه كام استخدام؟ 2: طلاء معادن دباغ الجلود. السبيكه 2: حديد كروم، حديد نيكل، سوري حديد كروم ونيكل وكروم. الحديد والكروم، الكروم مع الحديد او الصلب الذي لا يصدأ. طب الكروم والنيكل ملفات تسخين وافران كهربيه. اخر حاجه مركبين، ايه المركبين؟ اكسيدو وثاني كرومات. اكسيد الكروم الثلاثي عمل اصباغ. طب الثاني كرومات بوتاسيوم ماده مؤكسده، بوتاسيوم مؤكسده، بوتاسيوم مؤكسده. زي الفل، الله ينور. حلو الناس اللي بتحفظ معايا في الحصه دي. اخر عنصر هناخده مع بعض النهارده هو عنصر المنجنيز. يبقى احنا دلوقتي خدنا 5 عناصر، ابدا اذاكر كل واحد لوحده واحفظ واجمع بايدي كده زي ما انا بجمع، تلاقي الدنيا سهله في الكيمياء مع بعض ان شاء الله. اخر عنصر معانا النهارده هو عنصر المنجنيز. عنصر المنجنيز Mn. وزع معايا. المنجنيز 25 من غير ما اوزع، 25 يبقى ار كام؟ 18 4s2 3d5. ايه الفرق بين المنجنيز وبين الكروم؟ المنجنيز عنده 5 بس مفرد بتوع الدي، لكن الكروم كان عنده 6، 5 في الدي 1 في الاس، عشان 1 اس. اول معلومه تعرفها عن المنجنيز انه عنصر هش.
لا يستخدم هو نقي، وهو لوحده المنجنيز ده ملوش اي استخدامات. ليه يا دكتور؟ عنصر هش، رايح مع الرايح وجاي مع الجاي، بيتاكل بسهوله، ملوش اي لازمه. يبقى العنصر المنجنيز ده سبحان الله وهو لوحده كده عنصر هش ليس له استخدامات وهو نقي في حالته النقيه. دايما يستخدم دائما في صوره ايه؟ سباك او مركبات. يبقى وانا بذاكر المنجنيز الام ان وانت لوحدك مالكش لازمه زيك كده، يبقى وانت لوحدك هش مالكش لازمه، لكن دايما يستخدم في شكل ايه؟ سبايك او مركبات. جالي الحديد مع المنجنيز عملنا منه سكه حديد، يبقى منجنيز مع حديد سكه حديد، يبقى المنجنيز مع حديد سكه حديد، يبقى تستخدم سباك الحديد مع المنجنيز سكه حديد في صناعه ايه؟ السكه الحديد لانها اصلب من الصلب. سبحان الله المنجنيز وهو لوحده هش، اول ما نحطه على الحديد عملنا سكه حديد، يبقى منجنيز مع حديد سكه حديد. منجنيز اتكلم معايا ردد، منجنيز مع حديد سكه حديد. طب منجنيز مع الومنيوم، منجنيز مع الومنيوم عملنا انه ايه؟ مشروبات، عبوات المشروبات اللي عليها بالكنز مكمل للتاكل. يبقى الكنزات والمعلبات بنصنعها من منجنيز مع الومنيوم. وانا بذاكر المنجنيز اول معلومه انه ايه؟ هش ملوش لازمه وهو نقي، هش ملوش لازمه وهو نقي. يستخدم في صوره ايه؟ سباك. طب عندي كام سبيكه؟ 2. منجنيز مع حديد سكه حديد، احفظها كده، منجنيز مع حديد سكه حديد. طب منجنيز مع الومنيوم، عبوات مشروبات الغازيه اللي هي الكنزات مكمل للتاكل. عمرك فتحت كنز لقيتها مصديه من جوه؟ مستحيل، لان الكنزات دي بتبقى مصنوعه من منجنيز مع الومنيوم مقاومه للتاكل. مركباته بقى، المركب ده ثاني اكسيد المنجنيز ده عامل مؤكسد قوي في العمود الجاف، عامل مؤكسد في العمود الجاف، كمان عامل حفاز فين؟ في انحلال فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين، ودي هناخدها بالتفصيل بس احفظها من دلوقتي. يبقى يستخدم كعامل مؤكسد وكعامل حفاز. عامل مؤكسد في العمود الجاف اللي هي البطاريه، حجر رمود، حجر رمود ده اسمه عمود جاف. تاني يبقى عامل مؤكسد قوي فين؟ في العمود الجاف. عامل حفاز فين؟ في انحلال المركب ده توتو، انت واخد معايا في ثانيه توتو اللي عيله الفوق اكسيد، انحلال فوق اكسيد الهيدروجين الى ميه واكسجين. كمان الكبريتات منجنيز، احفظها مهمه، فطريات، مبيد فطريات، احفظها، كبريتات فطريات، كبريتات فطريات. يبقى عندي كم مركب منجنيز؟ 3. الثاني اكسيد لاستخدامين، الثاني اكسيد لاستخدامين، عامل مؤكسد عامل حفز. طب الكبريتات مبيد فطريات، الكبريتات المنجنيز مبيد فطريات. طب البرمنجانات البوتاسيوم بقى يا دكتور تستخدم في ايه؟ ماده مؤكسده برضه زي اللي فوق وماده ايه؟ مطهره. ايه الفرق بين برمنجانات البوتاسيوم وثاني كرومات البوتاسيوم اللي لسه واخدينها؟ الثاني كرومات كانت مؤكسده بس اللي هي كي2 سي ار 2 7. طب البرمنجانات مؤكسده ومطهره. والله يا دكتور لما بتجرح كده بجيب حاجه اسمها مطهر كده بدتين كده وابدا احطه على ايدي، المطهر ده اللي هي ايه؟ برمنجانات البوتاسيوم ماده مؤكسده ومطهره. لا نراجع تاني، عايز حد يلخص المنجنيز. معلومه، سبيكتين 3 مركبات. معلومه سبيكتين 3 مركبات. اقول لك منجنيز تقول لي ايه؟ معلومه سبيكتين 3 مركبات. معلومه هش ملوش لازمه هو نقي، هش ملوش لازمه هو نقي. سبيكتين منجنيز مع حديد سكه حديد، منجنيز مع الومنيوم عبوات الكنز. 3 مركبات MnO2 MnO2. خلي بالك في الام MnO2 بيكون المنجنيز رباعي ودي 4. والمنجنيز ده 4s2 3d5 ممكن يفقد 2 أو 3 أو 4 أو 5، أقصى حاجة يفقدها كام؟ 7 موجب 7. يعني المنجنيز ده ليه أكتر من تكافؤ. وهو هنا كده تحسب الام ان يطلع ب4، وهو هنا كده تحسب الام ان يطلع ب2. هو لك منجنيز 2 اهو. وهو هنا كده تحسب الام ان يطلع بموجب 7. يبقى ال3 مركبات في واحد ب4 واحد ب2 واحد ب7. بنحسبهم ازاي؟ زي ما كنا بنحسب عدد التأكسد، بعوض عن اللي جنب الام ان، هنا بعوض عن الO2، هنا بعوض عن الكبريتات كلها -2 يبقى الام ان موجب 2، هنا بعوض عن الكي والO 7 MnO4، هنا O4 بعوض عن الO4. ماشي يا دكتور. عايز حد يلخص المنجنيز. قلنا معلومه سبيكتين 3 مركبات. المعلومه هش ملوش لازمه هو نقي. سبيكتين منجنيز مع حديد سكه حديد، منجنيز مع الومنيوم عبوات الكنز او المأكولات عادي. 3 مركبات. اول مركب MnO2 ثاني اكسيد المنجنيز، ده ليه استخدامين، عامل حفاز وعامل مؤكسد. عامل مؤكسد في العمود الجاف وحفاز فين؟ في انحلال فوق اكسيد الهيدروجين لما هي اكسجين. الكبريتات علمها كبريتات فطريات، كبريتات المنجنيز كبريتات فطريات، كبريتات فطريات. اخر حاجه ثاني او برمنجانات البوتاسيوم ده ماده مؤكسده ومطهره. اركز لو قال لي مؤكسده بس اقول له ثاني كرومات، طب مؤكسده ومطهره يبقى مين؟ برمنجانات البوتاسيوم. كده خلصنا المحاضره الاولى مع بعض، خدنا فيها الجدول الدوري بالتفصيل، وخدنا فيها اول 5 عناصر انتقاليه. خدنا سكنديوم، تيتانيوم، فاناديوم، كروم، منجنيز. اذاكر ال5 اوزعهم كويس، احفظ استخداماتهم ومركباتهم باعداد ذريه وكل حاجه،
واستنوا ان شاء الله محاضره الحل على الواجب بتاعنا. ذاكر اول باول واستنى محاضره الحل الحصه اللي جايه. سلام يا غاليين، تصبحوا على خير.